انت هنا عشان احكي لك حكايه نادي من اعظم الانديه في اوروبا. شوف قد ايه بطوله دوري ابطال اوروبا في 2012 كانت بدايه كسره لعنه عانى منها تشيلسي طول حياته. القصه بدات لحظه وصول رومان ابراهيموفيتش، وطبعا التصريح الشهير بتاعه: انا هنا لاجل الحصول على دوري الابطال. الصراحه رومان عمل كل حاجه ممكن تتعمل في الكوره مع تشيلسي عشان يفوز بدوري الابطال. اول حاجه عملها جاب لعيبه كبار زي كريسبو وفيرون، ودول كانوا من اشهر اللعيبه في الدوري الايطالي. وكمان جاب بيتر تشيك ودروجبا وادريان موتو وايرين روبن، وجاب مدربين كمان على اعلى مستوى في العالم. ده حتى جاب مورينيوم وهيدن وسكوراري واللي كانوا ليهم ضجه في اوروبا. وساعتها كمان كان في انشيلوتي، برضو جاب انشيلوتي. كل دول للاسف ما حققوش دوري الابطال. لعنه وماسكه الفريق، بس كانوا ماشيين كويس في الدوري وكانوا ماشيين برضو كويس في الكاس. من لحظه وصول رومان ابراهيموفيتش وتشيلسي كان توب 3، ما كانش توب 4، لانه كان بيوصل للنهائي اكتر من مره، بس للاسف كان بيخسر لحد 2011. ودي لحظه فارقه في تاريخ تشيلسي، وهي التعاقد مع المدير الفني دي ماتيو كان لاعب اصلا في تشيلسي في الفتره التمهيديه لصناعه اسم تشيلسي في تحقيق الالقاب. بدايه نتائجه في الدوري ما كانتش احسن حاجه، لكنه حقق الكاس مع فريق تشيلسي لحد ما جت مباراه نابولي في بطوله دوري ابطال اوروبا. الطبيعي ان الكل كان متوقع ان نابولي اخطر بسبب سوء نتائج تشيلسي في الدوري، لكن تشيلسي فاجئ الكل، فاجئني انا شخصيا. بدايه المباراه بيسجل على طول عن طريق دروجبا وكمان جون تيري، وبعد كده نابولي يبتدي يرجع للمباراه تدريجيا. بعد كده لامبرد يقتل المباراه بضربه جزاء. الكل اتفاجئ بتاهل تشيلسي للدور اللي بعد كده 1-0 تشيلسي وبنفيكا وفي الذهاب، بعد كده في الاياب 2-1 لتشيلسي. مع العلم ان بنفيكا في الوقت ده كان من افضل الفرق في اوروبا، وكان عنده لعيبه مؤثره جدا ولاعيبه دوليه كتير جدا في الفريق. بعد كده القرعه وقعت حظه مع برشلونه: انيستا، ميسي، تشافي، دانيال الفيز، فابريجاز، بيكي وبيول، وكمان على الخط جوارديولا. العالم كله اتوقع خروج تشيلسي. الذهاب في لندن برشلونة مستحوذ استحواذ كامل بكل نجومه، لكن بعكس مجريات المباراة دروجبا يسجل هدف قاتل. الاياب في اسبانيا مباراة مش سهلة على تشيلسي، خاصة ان برشلونة في الوقت ده كان خارج من الكلاسيكو خسران 1-0 بهدف رونالدو. مباراة متوقعة من طرف واحد، استحواذ رهيب لبرشلونة على طول. برشلونة ما خدش وقت في التسجيل الهدف الاول. توتر ودربكة حصلت للاعيبة تشيلسي اثمر على طرد جون تيري. تشيلسي ب10 لعيبة وفي اسبانيا ومع برشلونة وفي حضور العصر الذهبي للبارسا. ضربة الجزاء اللي ضيعها ميسي ادت الفرصة لتشيلسي معنويا انه يرجع للمباراة وتخلص 2-1 وتتأهل للدور اللي بعد كده. لكن ده بيعلمك ان مش دايما الفريق الافضل في العالم هو اللي بيفوز، ده فيه مقاتلين. النهائي بين بايرن ميونخ وبين المقاتل تشيلسي، لكن للاسف غيابات كتير بسبب الطرد وبسبب الاصابات. موسم كارثي للفرقتين، الاتنين خسرانين الدوري، واحد خسران الدوري الالماني وواحد خسران الدوري الانجليزي، وكمان الاتنين خسرانين اخر نهائي دوري ابطال اوروبا لعبوا فيه، واحد 2008 وواحد 2010. يعني مباراة اكون او لا اكون. تشيلسي بدأ المباراة دفاعيا قوي جدا، لكن السيطرة المطلقة كانت للبايرن. وفي الكورة كده بيقول لك اللي بيدافع بيستقبل كتير. مولر سجل في الدقيقة 83، يعني خلاص الماتش انتهى وتشيلسي بتلعب دفاعيا، يعني خلاص مفيش رجعة من تشيلسي. بعد 5 دقايق الحكم بيعلن عن أول ركنية لنادي تشيلسي في المباراة. تخيل عزيزي المشاهد، نهائي دوري أبطال أوروبا في 2012، أول ركنية لتشيلسي في الدقيقة 88. شوف كمية الضغط اللي على الناس دي في الملعب. 18 ركنية للبايرن في المباراة، ركنية وحيدة لتشيلسي اللي سجل منها هدف التعادل. بعد كده ضربة جزاء ضايعة للبايرن، بس هي خلاص النحس اتفك. خلاص رسميا تشيلسي بطلا لدوري أبطال أوروبا 2012.